هننسق قطعة مميزة ولكن مش من دولابي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومختلف، واعتقد ده فهمتوه من عنوان الفيديو. هننسق قطعة مميزة ولكن مش من دولابي. بصراحة من دولاب دخلته، وانا اللي ما يعرفنيش انا بعشق تنسيق اللبس. هتقولي اي قطعة كده مش حابينها او حاسين انها مثلا ادمت او حاجة وادوهاني، انا هنسقها لكم وهخليها تحفة. فالقطعة النهاردة هي ممكن تشوفوا وتحسوا لا، ولكن انا فكرت لها في تنسيق يا رب يظبط ويكون نفس اللي في خيالي. فتعالوا نشوف ملكة الليلة. القطعة الأساسية واللي معمول عليها الفيديو أصلا السكيرت. هي سكيرت كده بس، ولكن يعني هي بعد الركبة بشوية قصيرة. فأنا في تنسيق شتوي كده في دماغي، تشوفوها تحسوها يعني صيفي قوي صح، ولكن أنا التنسيق اللي في دماغي هو حاجة شتوي. فهي زي ما انتم شايفين كده، مش عارفة باينة كويس ولا ايه. هي ليها بطانة باينة كده من تحت اوف وايت، وزي ما انتم شايفين ألوانها. فدي ملكة الليلة. فتعالوا بقى نشوف أنا هلبسها ازاي. هوريكم بقى دلوقتي الحاجات الأساسية اللي أنا يعني ايه خلاص قررت عليها ان انا دي هلبسها، ولكن في حاجة انا مترددة فيها. بس خلينا نشوف الاول القطع اللي انا هلبسها عليها. اول حاجة هيكون اسود. تاني حاجة لان الجيب طبعا قصيرة فهلبس لا ايه، طبعا هلبس شراب كلون او بنطلون من تحت وهكذا يعني. ومش عارف، حسيت السيفتي ده هيكون حلو عليه. خليني حاسة بقى ان هي عايزة اكسسوارز فضي، فانا هلبس ده وهلبس الخاتم ده. مش عارفة باين، هو تعبان. حاجة بقى محتارة ما بينهم. في الحلق ده هو فضي بيلمع كده، شايفين؟ وفي حاجة سيمبل قوي بس انا حاسة ان هي مش هتبان. هو انا مايلة لده اكتر، بس لو كان اكبر كان هيبقى تحفة. عارفين انتوا اللي هما الحلقان اللي كانت طالعة ترند دي الكبيرة هنا دي؟ ده بس حاسة ان هو صغنطوط قوي فمش هيبان. فخلينا نجهز وبعدين نشوف. هلبس عليها السكارف السودا دي برضه. انا عشان الجوب يعني الواناتها قوية قوي، فانا كنت عايزة حاجة تكسر اللون البرتقاني ده. هو ممكن تتلبس عليها الوان تانية تكسر، يعني مثلا زي البني الغامق يكسر برضه، بس انا بصراحة يعني حسيت الاسود هيكون حلو. فخلينا نلبس السكارف دي عليها. هجهز واجي. بصوا انا لبست التوب والسكيرت او البلوفر يعني او الهايكون والسكيرت. بصوا بس مش عاجبني الحزام، يعني مش عاجبني ده، فانا هشيله. ولا رايكم ايه؟ حاسه ان انا لو شلته هيبقى اشيك. طبعا الطرحه دي شيفون، انا هغيرها وهلبس الموديل اللي انا وريتها لكم اللي هي القطن. ولبست السيفتي بس مش عارفه هيبان دلوقتي ولا لا، هوريه لكم في المرايه. هلبس بقى دلوقتي الاكسسوارز معاكم عشان يعني ايه الطقم يبدا يبان شويه. بلبسه هنا خلاص. السلسلة كانت 3 أدوار بس كانت طويلة قوي الجزء اللي تحت، فأنا طلعته ودخلته جوه الطرحة يعني عشان أنا مش عايزاه يبقى طويل قوي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هلبس الحلق واحاول ايه ألف الطرحة اشوف هلفها ازاي واجيب. بصوا أنا رسيت على ده، يعني أنا خلاص ايه اخترت ده. حسيت ان هو لايق، يعني ما جربتش اقيس التاني بصراحة. حسيت ان ده ظاهر كده، التاني هيبقى ايه سمبل قوي ومش ظاهر. جاهزين تشوفوا الفاينل لوك؟ هو مش فاينل لوك قوي يعني، هو لسه فيه قطعة بس انا محتارة في 2 اوبشن بقى، فانا محتارة ما بينهم. فنشوف ده وتختاروا معايا. جاهزين؟ واو، لا خطير. انا مكنتش مصدقة، مش متوقعة ان هو يطلع كده. لا
بصوا، اول اوبشن بقى انا عايزه البس حاجه من فوق زي جاكيت او كوت او حاجه يعني كده. فاول اوبشن معايا ده هو مفتوح كده، فتعالوا نشوف هيكون عامل ازاي. بصوا، ده كده اول اوبشن. هوريهولكم برضو في المرايه عشان تشوفوا الاوتفيت كامل. وليه حزام، يعني ممكن احط الحزام ده يعني مثلا اقفله نص قفله كده. حاسه انه لا، صح؟ يعني لو حطيت الحزام حاسه انه لا، هيبقى مش حلو. انتوا ايه رايك؟ ولا اسيبه مفتوح؟ يعني لو هو الاوبشن ده اللي عجبني اسيبه مفتوح ولا اقفله؟ يعني هو مش بطال، ولكن خلينا نشوف الاوبشن التاني. ولا تشوفوا ده الاول في المرايه؟ تعالوا نشوف ده الاول في المرايه. بصوا، ده كده اوبشن. ايه رايكم؟ حاسه انه مش بطال ولا ايه؟ ها، انا هسيبكم تقولولي في الكومنت يعني وكده. وهوريكم دلوقتي تاني اوبشن. بصوا، تاني اوبشن هو جاكيت طويل قوي كده، هو ووتر بروف يعني، فهمتوا؟ ووتر بروف كده. تعالوا نشوف ده، هو هيبقى طويل يعني اطول من الايد. شوفوا تاني اوبشن بقى، هو ده طويل خالص يعني. بصوا، مش عارف، هيا قولولي رأيكم، ده ولا التاني؟ حاسة التاني هو ده حلو، بس مش عارفة ليه حاسة مايلة للتاني. مم. اهو بالطول برضو، دي مش رجلي يا جماعة، ده شراب. ها، قولولي انهي عجبكم اكتر، الجاكيت الطويل الووتر بروف ولا ده؟ هستنى رأيكم. ايه عجبكم قولولي عشان الحق اغير رأيي بسرعة. بس انا مايلة لده بصراحة قوي، مش عارفة ليه، بس حاسة ان هو شيك قوي ولايق مع البوت كده، مديله فايب حلو. ف اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عايزين فيديوهات تنسيق تاني يا ريت تكتبولي في الكومنت علشان اكتر من الفيديوهات دي عندي. انا بحب الحاجات المختلفة واللي قديمة كمان. انا بحب القطع دي قوي، بحسها مميزة وبحسها انا، يعني بحسها شخصيتي. اما بيبقى في قطع عندهم خلاص قديمة جدا ومش عايزينها وتكون مميزة بيدوهاني، عشان عارفين ان انا بعرف اظبط اللبس. يخرب بيتي على التواضع. بعرف اظبط اللبس وبطلعه شيك ومختلف. فاكتبولي في الكومنت انهي عجبكم، وما تنسوش تقولولي عايزين فيديوهات كتير زي كده ولا لأ. واشوفكم في فيديو جديد. باي.